السلام عليكم، حياكم الله. اليوم موضوع حلقتنا يا جماعة مشاريع شقق للبيع في مدينة طرابزون. ليش شقق للبيع؟ الصراحة التعليقات اللي موجودة في قناة اليوتيوب كتير ناس متوجهين إلى الشمال التركي وخاصة مدينة طرابزون، وناس عم تستفسر على موضوع الشقق للبيع في مدينة طرابزون. طبعا يا جماعة أنا نويت أشتري في هذا مشروع في مدينة طرابزون في منطقة يومرا، من أفضل المشاريع في مدينة طرابزون من حيث التشطيب، من حيث الموقع، الإطلالة، المساحات، يعني كل شيء. مشروع متكامل الصراحة في الشمال التركي. حبيت أعطيكم معلومات اللي حابب يشتري في هالمشروع. أنا الحمد لله رب العالمين ناوي أشتري في هالمشروع، يعني بعد ما سويت بحث عن مشاريع خبرة. أنا صار لي 25 سنة في طرابزون، أكثر من مشروع سويت فيهم مقارنة بين المشروع هذا وغير المشاريع. هذا المشروع صحيح أسعاره شوي نوعا ما أغلى من باقي المشاريع، لكن صراحة يستاهل كثير. راح أشوف أي شقة راح أختار في هذا المشروع، 4 وصالة ولا 3 وصالة وأي اتجاه. هون الأخ في موجود عندنا، الأخ حسين راح يساعدنا في هالموضوع. خلينا نزوره في المكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ حسين؟ شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، انت كيف حالك؟ استاذ حسين والله الحمد لله. بدنا هيك تعطينا فكرة عن المشروع، تشرح لنا. طبعا اكيد للمتابعين. طبعا انت شرح لي قبل هالمره. طبعا وقررت ان شاء الله اشتري عندكم في المشروع. بتشرفونا طبعا. بس طبعا تعطوني سعر خاص. اكيد طبعا. الله يسلمك يا رب. بس يا ريت هيك استاذ حسين، هلا عندي معلومات عن المشروع كامله وشرحت قبل مره بالانستغرام، بس باليوتيوب الصراحه ما نزلت. صحيح. هيك يا ريت فكره هيك عن المشروع. المشروع عندنا عباره عن قسمين حاليا. القسمين هو تريو بريميوم. قسم التريو للان ما انتهى بعد، لسه ما فتحنا للبيع. قسم البريميوم هو المعروض حاليا للبيع، خصوصا الاي بلوك. هو عباره عن 4 ابراج. حاليا البيع متركز فقط بالاي بلوك. الاي بلوك هو عباره عن 25 طابق. في عندنا بكل طابق 4 شقق، 3 منها 4 وصاله وواحده منها 3 وصاله. طبعا الشقق ال4 وصاله هن الشقق اللي بالزوايا، و3 وصاله هي المطله البين بتكون بين شقتين، مطله فقط على الشمال، جهتها فقط شمال غرب، شمال شرق، وعندنا جنوب غرب. طبعا هو 25 طابق مثل ما ذكرت لكم. في ضمن كل برج في 4 مصاعد، 3 منهم يعني لنقل الركاب، وواحد منهم للسيرفيس بيكون لنقل الاثاث. طبعا الميزات الخارجيه، احكي لكم عن الخدمات الخارجيه. عندنا طبعا مساحات خضراء واسعه، مسطحات مائيه مع نوافير. طبعا عندنا مواقف خارجيه للسيارات، ملاعب تنس، ملعب كره قدم، ملعب كره سله، عندنا العاب اطفال مغلقه، وعندنا كمان كافي شوب. بالاضافه الى عندنا مسارين حول المجمع بطول 1 كيلومتر، واحد للدراجه وواحد للجري او المشي. طبعا إضافة إلى ذلك عندنا كمان راح يكون أمام المجمع راح يكون في مارينا. هي أهم شغلة. نعم، هي طبعا البلدية طبعا أخذت القرار، هو مجرد فقط مسألة وقت لا أكثر، وراح يتم إنشاء المارينا إن شاء الله. الطرف الثاني كمان راح يكون في ساحة جولف مع جلسات. طبعا يعني راح يكون في ساحة للعبة الجولف. طبعا بس لو قطعت حديثك أستاذ حسين، أنا حابب أشرح عن الموضوع، يعني هذا أهم شغلة أركز اللي حابب يستثمر. أكيد. يا جماعة مشروع مارينا طرابزون، يعني هي البلدية راح تنظم الساحل. حاليا الساحل مو منظم، يعني في فوضى بالساحل مقابل المشروع، لكن إن شاء الله البلدية خلال سنة أو السنة اللي بعدها بالكثير المشروع بس باقي المناقصة يمكن. صحيح. المشروع هذا إذا تنفذ بلدية طرابزون نفذته مثل الساحل اللي بيعرف طرابزون، ساحل يالنجاك وساحل موفنبيك، فندق موفنبيك ورمادة، شلون تنظم هون راح يكون أجمل بكثير. راح يسموه مارينا طرابزون. هذا المشروع إذا بتنظم خلال سنة أو سنتين، الشقة هون سعرها راح يصير دبل يا جماعة. طبعا. يعني أنا راح أشتري بإذن الله بعد ما نتفق مع الأخ حسين. هذا المشروع طبعا راح يزيد قيمة على المنطقة ككل، وبشكل خاص المشروع المارين سيتي. فمثل ما تفضلتوا الأسعار الشقق راح تتضاعف يعني بشكل أكيد إن شاء الله. بالنسبة للخدمات الداخلية إذا بتحبوا نضطر لها، الخدمات الداخلية هي قسمين عندنا، قسم للرجال وقسم للنساء. في عندنا بكل قسم حمام تركي، غرفة بخار، ساونا، ومسبح بحجم مسبح أولمبي يعني. طبعا قسم النساء في قسم كمان مخصص للأطفال، وفي غرفة مساج داخل المسبح، وفي أيضا صالة رياضية. طبعا هي موجودة بكل الطرفين يعني متشابهة تماما. كويس. طبعا عندنا سيكوريتي 24 ساعة يعني كمان هي الناحية، وفي كاميرات بكل مكان، يعني 4 أشخاص بيتناوبوا على السيكوريتي بشكل دائم يعني. هي لمحة بسيطة عن المشروع. خلينا نعمل جولة أستاذ حسين. أكيد. تفضل.
تفضلوا. يلا طبعا جبنا الاخ كرار كمان ناخذ نستشيره بهالموضوع قبل ما نشتري الشقه. خبير بالعقار كمان. خبير كشتات وعقار. طبعا استاذ حسين هي طبعا الشقه نموذجيه. هي شقه نموذجيه ميله للبيع، هي فقط للعرض. ايوه فبس هي ديكورات يعني. هي فيها ديكورات يعني. وبيحسن الشخص يشتري هيك شقه وندوكر له اياها. نفس الديكورات وبيشتري نفس الاساس يعني ما في مشكله، ممكن نساعده طبعا بهذا الامر يعني. ما شاء الله. اذا بتحبوا هلا نحن هون مدخل اول ما بندخل. بعدين هي نموذج 4 وصاله. نعم 4 وصاله، هون في مثل خزانه. تفضل هون المطبخ. طبعا المطبخ مساحته مميزه جدا، عندنا هون كوارتز، هذا مقاوم للحراره، طبعا ما تثبت عليه البقع. الخشب عندنا كله هون بالشقه MDF. عندنا هي البلكونه طبعا، هي الاطلاله، اطلاله مباشره على البحر. روعه كامله على البحر، اطلاله كامله على البحر عندنا هون. وهي هذا القسم اللي راح يصير مارينا، يعني هو المواجه لنا تماما، هذا راح يصير مارينا. هذا هون طبعا مثل ما قلنا يا جماعه، هذا وقت يتنظم هذا المشروع الساحل هذا، قلت لكم يعني ان شاء الله العلم عند الله، اسعار الشقق هون يعني راح تصل يمكن اضعاف. بالنسبه لموضوع كمان التكييف، هون تحتاج فقط موتور واحد، والتمديدات اصلا جاهزه. البنيه التحتيه كلها جاهزه. البنيه التحتيه كلها جاهزه، انتم فقط تحتاجوا لموتور واحد، وقد ما بدكم بتركبوا يعني وحدات. كويس. ممتاز ما شاء الله. تعال شوف الصاله. شو هذا يا جماعه؟ الصاله شوف الفخامه. طبعا الصاله مساحتها 40 متر مربع، مثل ما شايفين واسعه جدا، يعني حاطين فيها غرفه سفره وغرفه كمان جلوس، وما زال في مساحات واسعه يعني للحركه. رائعه جدا. طبعا عندنا هون كمان نظام الرش، هذا يستخدم يعني بيشتغل بشكل ذاتي لما انذار حرائق. نعم. هي هذا انذار حرائق بيرش ميه، هذا بنظام الرش يعني بيشتغل بشكل اوتوماتيكي. تفضلوا نكمل. شوف الغرف الباقيه. نشوف الغرفه الباقيه. طبعا عندنا هون الغرفه هي الاولى، غرفه النوم الاولى. طبعا هون هو بالاحوال العاديه ما في حمام، نحن سوينا حمام زياده يعني، ممكن اللي بيحب يضيف كمان هذا الشيء ممكن كويس. يعني يغير. بالاساس هون ما في حمام. هون ما في حمام. لا كويس. بس انا اورجيكم الاطلاله. طبعا هاي اللي عنده اطفال كثير يعني ممكن يسويها غرفه نوم مع حمام. طبعا الغرف كلها مطلة على البحر مثل ما شايفين. ما شاء الله. طالع مباشرة. طبعا هون هذا الحمام الرئيسي هون. طبعا كل شيء مستخدم هون بالحمام كلها ماركات عالمية، عندك هانس كروهي، دورافيت، البوشي، كلها يعني ماركات عالمية معروفة. هون عندنا غرفة الغسيل. طبعا انتم بتقدروا تسووا نفس النظام، او اذا انتم بتسلموها فاضي طبعا. لا بنسلمها نحن فاضي، ممكن انتم تسووا نفس النظام، او اذا بتحبوا تسووها مستودع. عندنا هون افضل قسم بالشقه طبعا هو نظام مثل نظام السويت، جناح. غرفتين جناح، غرفتين نوم، ومعهم حمامهم الخاص. يعني اذا في حال اجاكم ضيوف، في حال اقمتوا عائلتين بنفس الوقت، بتقدروا تاخذوا راحتكم بشكل كامل. طبعا هون عندنا في هي خزانه، طبعا هو مكانه بيكون فاضي، لكن انتم بتقدروا تسووا كمان نفس النظام. هلا بنجي على غرفه الماستر. غرفه الماستر مثل ما شايفين مساحتها واسعه جدا، وعندنا هون غرفه الملابس والحمام الخاص بالماستر روم. طبعا هلا استاذ حسين، هذا الطابق نحن ايش في عندنا شقق هون نموذجيه يعني ايش؟ نحن عندنا 4 شقق، 3 بالطابق. منهم 4 وصاله. طبعا بالطابق 3 منهم 4 وصاله، واحده منهم 3 وصاله. ايوه. عندنا هي الجهه المقابله لنا، هي اتجاهها شمالي شرقي 4 وصاله. 3 هي وصاله. بالنص هي 3 وصاله، اتجاه فقط شمالي. عندنا الشقه الاماميه هون عندنا اتجاهها شمالي غرب، هي كلها على البحر. طبعا مطله بشكل كامل على البحر. طب خلينا نشوف هي. واذا بتحبوا كمان بنذكر لكم المساحات، مساحتها هي 254 متر مربع. تفضلوا نشوفها مع بعض. هي بس كلها على البحر ما؟ طبعا هي من ناحيه الاطلاله فول على البحر، كامله على البحر الاطلاله. طبعا نحن عندنا هون نظام عزل صوتي وحراري موجود بالشقه. يعني بالنسبه لحراره الصيف، حراره الشمس بالصيف بتخفف الحراره 50%، بالنسبه للبروده بالشتاء بتخففها 40%. ايوه. طبعا نظام العزل الصوتي ممتاز، يعني ما بتسمعوا اي ضجه من الجيران ولا اي حدا كمان بيسمع صوتكم هون. هي ميزتها انه كل يعني الغرف، انت بتحس حالك كاني انت بشقه مستقله يعني. هي ميزتها انه كل الغرف مطلة على البحر. طبعا كل غرف مطلة على البحر. خلينا نشوف غرف النوم كامله يعني. بس بالنسبه للمساحه، مساحتها اقل من الشقق الثانيه ال4 وصاله.
هاي 250 254 الثانيات 257 و274 رح 274. نذكرهم ان شاء الله. خلينا نشوف 274 بين هي وبين هي، ايش رايك انت كرار نشوف هي وهي؟ نشوف هاي تمام. وليش ثانية. يلا. تفضل. بالنسبه للارضيه عندنا هون لامينيه باركيه من افضل انواع الارضيات. طبعا عندنا تمديدات تكييف جاهزه مثل ما شايفين، انتم عليكم فقط تركيب الاجهزه يعني. ما كويس. بتعذبوا ابدا. خلينا نشوف غرف النوم. المرمر هون نوعه ديكوفيتا. الابواب قلي، هي افضل ماركه بتركيا من ناحيه الابواب. اوه شوف هون الغرف كلها مطلة. طبعا الغرف كلها مطلة على البحر، هي اطلالة غرفة. كاملة يعني، حتى انت من اي زاوية بتشوف البحر. طبعا هي مطلة على البحر، وبالاضافة الى ذلك مطلة على المجمع، على المساحات الخضراء، على الملاعب، كمان هي اطلالة جميلة. غرفة الغسيل انتم بتستلموها على الشكل الآتي، وانتم ممكن تسووا خزن او تسووها مثل مخزن او تحطوا غسالة ونشافة فقط. وهذا الجناح كمان كله هذا مطل الجناح كمان كله مطل، على البحر. معه حمامه الخاص، مطل على البحر بشكل كامل طبعا. ومساحات جدا جيدة يعني، واسعة جدا. شايفين؟ استاذ حسين خلينا نشوف هي المساحة 275 متر مربع. طبعا اكيد تفضلوا. بصراحة ال 275 متر مربع يعني مساحة الشقة اتجاهها على الجنوب غرب لها ميزات كثير، احداها انه هي مساحتها اكبر من الشقق الثانية بما يقارب 20 متر مربع. مساحة الصالة مثل ما ملاحظين حتى او مساحة المدخل مثل ما ملاحظين اصلا هي فورا بتشوفوها اكبر. عندنا هون مساحة الصالة 43 متر مربع. في لها بلكونتين طبعا هون، بلكونة خاصة بالصالة وبلكونة خاصة بالمطبخ وغرفة ثانية. طبعا هون الإطلالة مثل ما شايفين يعني إطلالة فول على البحر. كرار انت ايش رايك؟ والله انا اشوف هاي احلى كمساحة كمساحة كبيرة كمساحة، وإضافة إلى كل ذلك إنه هي كمان كالسعر أفضل يعني، أفضل. مناسب أكثر. انا بهمني شوف يا استاذ حسين، بهمني السعر والمساحة الصراحة يعني. انا هي ايش رايك انت مساحة كرار؟ أهم طبعا مساحة. مساحة، وانا الاطلالة موجودة الاطلالة، بس غرف النوم انا ايش بدي في صحيح. الاطلالة؟ تماما يعني مثل ما شايفين إطلالة رائعة. ما شاء الله. خلاص. مساحة كبيرة وفيها بلكونتين. خلاص انا هي بدي اخذها. والله توكل على هي الله. ايش رايك كرار عن والله جد؟ ممتازة. أحلى يعني انا ايش بدي باطلالة غرف النوم؟ تماما. غرف النوم ما بهمني الاطلالة، بدي انا هون عندي اهم شيء الاطلاله هون هذا بالبلكونه، طلع الاطلاله حلوه رائعه جدا. بالنتيجة أنت رح يكون أغلب جلوسك هون، وقت النوم رح تكون غرف النوم فقط. ما بهمني الاطلاله صح؟ يهمك هذا إطلالة الصالة تكون هي المميزة. خلص توكل على الله كرار هون. توكل على هاي ان شاء الله. خلص نكتب العقد على هي ان شاء توكلنا الله. على الله إن شاء الله. بس نسوي لنا هيك تغطيه لها. هلا هي 275 حتى الصاله مساحتها طبعا اكبر. مساحتها 43 متر مربع يعني. فيها بلكونتين فيها كمان. بلكونتين، بلكونه خاصه فقط بالصاله وبلكونه خاصه بالمطبخ وغرفه ثانيه يعني. صح. يعني حتى اذا ملاحظين حتى هون المدخل اكبر بكثير، المدخل لحاله 25 متر مربع يعني. صح. طبعا هون المطبخ كمان نفس المواد كلها، اللون الاصلي للخزن هو ابيض، هذا فقط للحمايه. ايوه. هي الميزه انه في لها بلكونه. هون بلكونه. اوه. البلكونه هون واسعه جدا يعني، وطبعا مطلة على المدينه وعلى الجبل. هون انت مثل ما شايفين تمديدات تكييف جاهزه. هاي طبعا يا جماعه البلكونه الخلفيه يعني انا قلت لكم اهم شيء مثل ما الاخ كرار يعني نصحني انه انت بهمك البلكونه الاماميه، الجلسه هنيك تشرب قهوه او لتجلس تتمتع بالمنظر الاماميه. هون للطعام ممكن تكون، ممكن تحطوا طاوله طعام، ممكن تحطوا جلسات، ممكن يعني كمان صح. تستفيدوا منها يعني مع بلكونة المطبخ يعني. المطبخ طبعا هاي. بلكونه المطبخ يعني. حتى والبلكونه الثانيه كمان ممكن يعني في عندكم خيارين، خيار على الجبل وخيار على البحر اذا حابين تجلسوا يعني على البلكونه الثانيه. خلص توكلنا على الله هي ان شاء الله. اهم شيء السعر، تعطينا سعر تكرم مميز. عليكم ان شاء الله. خلص ما نختلف ان شاء الله على السعر. وهيك هي نفس الترتيب يعني هون 4 بشكل عام يعني المساحه الزايده متوزعه على كل الغرف، مو يعني فقط بمنطقه معينه. ايوه. مثل الحمام بتلاقي اكبر بمتر، الصاله اكبر ب3 امتار، عندك غرفه الغسيل هون بحجم غرفه يعني ملاحظين شو والله غرفه اكبر كمان غرفه الغسيل يعني. نعم مساحتها كويسه. مساحتها واسعه جدا. عندك احلى شيء بالشقه عندك هي قسم الجناح. الزيت، هو فعلا هو افضل، سكر على الاولاد وانساهم. هو افضل قسم بالشقه، قسم الجناح. طبعا له حمام خاص فيه وغرفتين نوم. كويس. خلص معلم توكلنا على الله باذن الله هي ان شاء الله. ان شاء الله ربي ييسر ان شاء الله. خلينا نكتب العقد نتوكل على الله. طبعا هون انتم ممكن تسووا خزانه الحيط يعني. وهي غرفه الماستر. وهي
غرفة النوم الرئيسية. استاذ حسين الديكورات مثلا انتم بتسووا لنا اياهم بتسلمونا اياها هيك؟ نحن بنسلمكم الشقة هيك وانتم بتقدروا تسووا الديكورات اللي بدكم اياها، بصراحة نحن بنسلمها هيك لان كل الاذواق مختلفة بتعرف، فكل واحد بيحب يعني بيسوي على مزاجه الخاص. معناتها عندنا ورشة نبلش بالديكورات. الديكورات ان شاء الله يلا بركي ان شاء الله. طبعا هون في غرفة ملابس كمان وحمام. يعني حتى غرفة الملابس واسعة جدا. يمكن خزانات. طبعا خزانات بتساوي قد ما بدكم. حمام مساحته واسعة. كويس. توكلنا على الله. يا الله. شو قررتوا بعدين ابو منير؟ والله خلص الطابق التاسع بس بين الاماميه والخلفيه، ايش رايك انت كرار؟ والله يا ابو منير انا من رايي الشخصي الشقه الخلفيه مساحه اكبر وانت عندك اطلع لك الصاله كلها مطلة، ايش بدك فيها بالكونتين وبالنسبه للسعر كمان انسب لك، انا كمان برايي اختيار موفق يعني. الشقه الخلفيه الخلفيه يعني؟ نعم. توكل على الله. توكل على الله. يا الله. توكل على الله. الطابق التاسع ان شاء الله. الخلفيه يعني هي اماميه صايره خلفيه مثل ما قلنا. صحيح، يعني هي فيها اطلاله بحريه واطلاله على الجبل. مساحه 275 متر. طبعا هي بتيجي ارخص من الاماميه. هي طبعا كسعر هي انسب وفيها بالكونتين وكمساحه اكبر بنفس الوقت. توكل على الله. ثلاثه بواحد. هي هذا هويتي. طبعا بلش على الف مبروك ابو منير. الله يبارك في عمرك، الله يسلمك، عبيه عندكم عبيه عند الجميع. ايوه تفضل وقع لنا هون بعد اذنك. يسلموا. الف مبروك. الله يبارك في عمرك، الله يسلمكم. اهلا وسهلا، شرفتونا. لانه اي شيء بتحطه هذا راح يكون يروح لكام خضر. هذا خلي بويا، هذا خلي بويا، بس هذا الطرف من هون لهون بس يكون هذا ورق جدران. فطن ورق جدران شو يقولوا؟ اذا صادق ما في لوحه لا حطوا لها ورق العبود صح. حتى في اشخاص مثلا حطوا الورق جدران دول حطوا اللوحه. اخر فيديو بنتشكر الاخ حسين، شكرا اخي حسين، الله يعطيك العافيه. بالعكس ما سوينا غير الواجب، شرفتونا والف مبروك ان شاء الله. الله يبارك في عمرك يا رب. الله يسلمك. يا جماعه اي شخص حابب يستفسر عن مشروع كامل بالنسبه للاسعار ومواصفات المشروع يتواصل مع الاخ حسين، الاخ حسين راح يساعدكم، وطبعا وعدنا الاخ حسين يعطي اسعار خاصه لمتابعيني. رقم الاخ حسين موجود في صندوق الوصف الفيديو، تواصلوا معه وما راح يقصر معكم. شكرا لك. الله يبارك فيك يا رب. الله يسلمك.